السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فيديو جامد جامد جامد، فيديو خطير بجد زي ما انتم شايفين كده، الا وهو الكسكسي. كسكسي خطير جدا، طعمه حلو وكل الناس بتحب تجيبه وبتحب تشتريه من بره، وفي اللي ما بيكسل يعمله في البيت. النهارده هعمله لكم بطريقه، بص انا جايباه من بره، بس انا عملت قبل كده معاكم على القناه في فيديو، ممكن تجيبيه الفيديو بتاعي على القناه. طريقه عمل الكسكسي بطريقه سهله جدا، مش طريقه صعبه ولا اي حاجه. بس النهارده انا جايباه جاهز لان انا ما عنديش، كان خلص اللي في الفريزر، بس هنزل لكم فيديو ان شاء الله وانا بعمل، لان انا بحب اعمله واخزنه في اكياس واحطه في الفريزر اطلعه على طول، ما بحبش اشتريه من بره، بس للضروره القصوى ان هم كانوا عايزينه فاشتروه من بره، وقلت اعمله بقى اوريكم طريقته سهله جدا. طبعا بتحطي زبده او سمنه، معلقه مثلا كبيره، وبتنزلي الكيس ده حوالي 350 جرام، ما بيبقاش نص كيلو، ما بيبقاش 500 جرام، وشوحي فيه بقى في السمنه او الزبده. طبعا كده انا بطحن سكر، بطحن سكر بودره، عشان لزوم الكسكسي بقى. وهنا بقى قعدت اشوح فيه زي ما انتم عارفين، هو مفلفل بس بيفلفل اكتر لما بتحطيه بتشوحيه في السمنه. طبعا لما بتيجي تعمليه في البيت بيبقى ريحته بقى وطعمه غير بقى، النظافه حاجه تانية والله العظيم. شوفي الفيديو، او انا هنزل لكم اليومين الجايين ان شاء الله فيديو هتشوفيه، طريقته سهله جدا 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 لعشاق الكسكسي. طبعا في ناس عندي بيحبوه بالسكر البودره، وفي ناس بيحبوه باللبن وعليه برضو سكر بودره اهو. يعني بشويه دقيق وشويه ميه بتعملي احلى كسكسي ممكن تاكليه في حياتك والله العظيم. بتسقسقيه كده بس بميه بسيطه جدا، تطلعي احلى كسكسي. يعني مش قادره اقول لكم، زي ما انتم شايفينه كده، واحلى كمان طعم وريحه ونظافه وكل حاجه ممكن تاكليها من الكسكسي بتاع البيت. طبعا انت هتقولي لي انت عماله تشرحي وانت اصلا شاريه كسكسي من بره، بس انا بعمله بنفس الطريقه دي. يعني حتى لو انا عاملاه في البيت بطلعه من الفريزر وبعمله بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها دي، فعشان كده حبيت ان انا انزل لكم الفيديو عشان ما اتاخرش عليكم. هو جاهز، بس نفس عمايل بره، بس بقى في البيت بيزيد عليه بقى زي ما انا قلت لكم نظافه وحلاوه وريحه وكل حاجه. زي ما انتم شايفين كده بيخطفوا عليه الكسكسي، احنا بنحبه قوي ومعشقينه في الشتاء. وانا بنزل لكم الفيديوهات اللي احنا بنحبها والله العظيم، والحاجات اللي احنا بناكلها في طول الشتاء. طبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، متنسوش بقى باللايكات والكومنتات الحلوه. كومنتاتكم والله العظيم بتديني حافز جامد، وانا ما بحلفش كذب ابدا. طبعا اتمنى ان انتوا الكسكسي الطريقه تعجبكم، سواء جايبينه من بره او من البيت، بس انا مش هخليكي تشتريه تاني اعملوه عشان تتاكدي مليون المية. واللي مستعجله تجيبه من على القناه، بس انا هعمله اليومين الجايين عشان اخليكي تتاكدي انت ما تشتروش تاني من بره وتعمليه على ايدك، هتملي البيت خير. كده الفيديو انتهى، متنسونيش بقى بلايكاتكم الجامده دي وكومنتاتكم الحلوه، وتابعوني على كل المواقع اللي بنزل عليها. طبعا ما ننساش بقى قبل ختام الفيديو، تنسوش الصلاه على النبي يا جماعه، بتوسع الارزاق وبتفتح كل شيء كويس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.